السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. تعالوا نشوف الواقعة دي اللي حصلت ما بين هيام وبين جوزها رامي. الاتنين متجوزين بقالهم 12 سنة. يعني هيام دي عندها 35 سنة وجوزها عنده 40 سنة، وعندهم عيال والحياة كانت شغالة حلوة زي الفل، لغاية ما جه في آخر أيام بقى خناقات بينهم هما الاتنين، والناس سمع صوتهم والناس تصلح بينهم، وشوية تروح عند آلهة تغضب ويصالحوهم على بعض، والخناقات بدأت تزيد 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 لغاية ما بقت الحياة مستحيلة. فالاتنين قرروا خلاص إن هما يسيبوا بعض، والناس قالت لا خلاص دول أحسن حاجة إن هما يتطلقوا، واتطلقوا الاتنين وانفصلوا عن بعض. يسكت رامي بعد ما طلق مراته. يعني ربنا قالها كده إن أبغض الحلال عند الله الطلاق. طب أنت طلقت مراتك، خلاص بقى سيبها في حالها، هي خدت بعضها وخدت عيالها وراحت عاشت عند أمها وأبوها. يسكت بقى هو؟ لا، يعمل إيه؟ ينشر الصور بتاعتها على مواقع السوشيال ميديا. ومرة واحدة من قرايبها اتصلت بيها وقالت لها الحق دي الصور بتاعتك منشورة، فيديوهات وحاجات ان انت متصورة معاه في الشقة، وان انت على السرير، وان انت مش عارف ايه، وان انت بتعملي كأتاري هو كان بيصور مراته وهي نايمة كده اهوت، وهي لبس خفيف مش عارف ايه، وهي في المطبخ وهي في الصالة، كان بيصور في مراته. واستغل الموضوع ده كله ان هو بعد ما طلقها راح نشر الصور دي، وراح كاتب كمان رقم تليفونها اللي عايزني يجي لي انا مش عارف ايه، انا ايه الساعة بكذا ومش عارف إيه. طبعا هي شافت كده اتجننت، ورت الصور لابوها بص والفيديوهات وبتاع، شوف عمل ايه. قال لها ايه ده؟ مين اللي عمل؟ قالت له جوزي اللي عمل كده. يكون مين اللي عمل كده؟ بص ده انا في شقتي. قال لها مين اللي خلاك تعملي كده؟ إيه اللي خلاك تسمعي ان هو يصورك؟ قالت له ما كنتش اعرف، انا كنت بشوف اصلا ان هو بيصورني. ايه اللي حصل بقى هنا؟ ان الام قالت له خلاص بقى انا اللي هتصرف. تتصرفي ازاي بقى يا ست؟ الراجل يا عيني مش قادر ينزل الشارع يوري وشه للناس من كتر يعني الناس بدات تجيب في سيرته اللي هو ابوها. طب هنا كانوا المفروض هم خدوا بعضهم وطلعوا على الاسم وعملوا فيه بلاغ، مش يسكتوا كده وخلاص، لا، يكلموه ويشوفوا الكلام ده صح. المهم اللي حصل بقى هنا ان الام قالت لها انا هجيب لك حقك. هجيب لي الحق ازاي يا ماما؟ قالت لها اسمعي اسكتي بقى انت، شوف انا هتصرف ازاي. راحت لثلاثه ستات صحابها وحكت لهم الموضوع، شفتوا اللي حصل، عمل كذا 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 يرضيكوا؟ قالوا لها لا. طب نعمل ايه؟ قالوا لها مفيش احسن من شوقي. مين شوقي بقى ده؟ شوقي ده لو اديت له 5000 جنيه هيمشي على الحيطه، لو انت قلت له اعمل كذا كذا هيعمل. جيبوا لي شوقي يلا. جابوا لها شوقي، اتفقت معاه وقالت له بص انا يا شوقي طالبه منك طلب، انا هجيبه لك لغايه البيت وبعد كده احنا كلنا نتصرف معاه. قال لها مفيش مشاكل. اتصلت بيه حماته، ازيك يا رامي وعامل ايه، وينفع اللي انت عملته دوت مع مراتك بعد ما تنفصلوا انتوا الاثنين؟ ده انتوا بينكم عيال وبينكم عشره وسنين عشره وي وي وي. قال لها انا ما عملتش حاجه، ده الموبايل كان عند واحد بصلحه، وممكن يكون هو اللي عمل كده وبتاع. طبعا هو كذاب يعني، ولا اللي بيصلحه هياخد الرقم بتاعها وهينشره كمان على السوشيال ميديا؟ قالت له على العموم طب خلاص خد منه اللي هو عمله واحذفه، وان شاء الله حتى بص اديله 5000 جنيه، تعالى خدهم مني. هو لما لقى الموضوع فيه فلوس خد بعضه كده على حماته عشان خاطر ياخد منها الايه؟ الفلوس. وهي بقى هنا كانت محضره له الفخ التمام، الثلاث ستات ومعاهم شوقي ومعاها بنتها، وكانت وزعت جوزها قالت له ينزل كده يتهوى شويه يروح عند اخوه مش عارف ايه، والراجل نزل. يعني الراجل ملوش دعوه بالموضوع. وحصل هنا ان هو راح شقه، دخل لقى بسم الله ما شاء الله الكمين الحلو ده عليه، دخلوه اوضه النوم وراحوا مقلعينه، وراحت هي مصوراه وجنبه شوقي، وبدات مراته كمان هيام تجيب العصايه وتحط العصايه في يعني الموضوع بقى ايه حاجه عسل خالص. ايه ده؟ طبعا هنا هو بعد ما خلصوا بقوا صوروا، قالت له يلا يا ده على امك، يا زي ما عملت ببنت انا عملت فيك، شوف بقى انا هعمل فيك ايه. طبعا خد بعضه ونزل وبقى مش عارف يعمل ايه، وقال هي كده كده بايظه بقى. راح طالع على الايه؟ الاسم، وقال لهم على كل اللي حصل. قامت معاه فرقه من المباحث على طول على البيت، في ساعتها لقوا لسه الثلاث ستات موجودين وشوقي لسه موجود والحاجه موجوده على السرير والحبل وكل حاجه زي ما هي، عشان خاطر لسه قاعدين بقى وبيتكلموا وبيضحكوا ومش عارف ايه، وبيتحاسب الراجل. وتم القبض عليهم واتحكم عليهم كلهم ب7 سنين، وما فيهم هو نفسه كمان، لان هم طبعا مسكوا الموبايل بتاعه ومسكوا الموبايل اللي بتاع حماته، لقوا ان هو مصور يعني كلامه صح مصورينه. كل ده علشان خاطر ايه؟ ما احنا قلنا ابغض الحلال عند الله الطلاق. يعني انتوا اتطلقتوا انتوا الاتنين، كان في بينكم عشره وفي بينكم عيال.
عيالكم هيعيشوا بعدكم كده خلاص ازاي؟ سمعتكم كده متلوثت خلاص. ليه ما بصيتش لسمعة عيالك؟ ليه ما بصيتش للعشرة اللي كانت ما بينك وبين مراتك؟ هنقول ايه بس غير لله الامر من قبل ومن بعد. بشكركم جدا، بتمنى من حضراتكم الاشتراك في القناة، تفعيل زر الجرس. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.